اول واحده كانت سته تيتي شيري. خلصنا الحلقه اللي فاتت بان الملك احمس هزم الهكسوس وطردهم من مصر، وكمان وقع العاصمه بتاعتهم اواريس. وفي الحلقه دي بقى هنبتدي نتكلم عن اول ملوك الاسره ال 18. معاكم مستر محمد عصام، وانتوا هنا في سلسله حكايه مصر في دقيقه. احمس من اول ما بدا وهو رايح يحتل شمال النوبه، وكمان عين حاكم عسكري على البلاد عشان يستقر الامن والامان، وكمان جايب امير نخن وقال له انت المسؤول قدامي عن الامور الماليه والامور الاداريه. وقال لك كان في 3 ستات مهمين جدا في حياه الملك احمس. اول واحده كانت سته تيتي شيري، تاني واحده كانت امه اياح حطب، وقال لك دي كان ليها دور مهم جدا في طرد الهكسوس من مصر. وتالت واحده كانت مراته احمس نفرتاري، وقال لك دي كانت متجوزه الملك كاموس، ولما مات اتجوزت اخوه احمس. وتعدي الايام ويموت الملك احمس، ويجي الملك اللي بعده الملك امنحتب الاول. قال لك حكم وهو صغير بس كان شجاع وتوغل اكتر جوه النوبه لحد ما وصل للشلال التاني، وكمان راح بحمله على ليبيا. والاوضاع في مصر كانت مستقره، فاهتم بالمباني، وكمان عمل لنفسه معبد جنزي من اجمل المعابد الجنزيه اللي اتعملت في الوقت ده. وتعدي الايام ويموت الملك امنحتب الاول من غير ما يسيب حد يجي وراه عشان يحكم بعدين الملك تحتمس الاول. لو عايز تعرف ايه اللي حصل بعد كده، فولو ولايك واستنى كل جديد.